صباح الخير، صباح الفل على عيونكم، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على عيون أجمل متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة يوم حلو، يوم كده كله خير، يوم كله بركة. النهاردة يوم وفاة عرفات. كل سنة وانتم طيبين يا رب العالمين. وحشتوني من الفيديو اللي فات، ما نزلتش معاكم فيديوهات من زمان. وكمان عايزة أقول لكم إن أنتم الحاجة الحلوة اللي حصلت لي في حياتي، ومتشكرة جدًا لكل الناس الحلوة اللي دخلت في حياتي من داخل مصر ومن خارج مصر. متشكرة جدًا لكومنتاتكم وكلامكم الجميل، ربنا يخليكم ليّا وما تحرمش منكم أبدًا. شايفين بقى عملنا إيه في اليوم الحلو ده؟ اليوم ده كان بصراحة كده كان كله خير من أوله لآخره. بصراحة إحنا من أول ال10 أيام اللي هم الأواخر في ذو الحجة كلنا ما شاء الله كده ولادي كانوا صايمينهم بصراحة الحمد لله. فتحسي إن الأيام كلها كده فيها خير وبركة، وكل يوم عن يوم ربنا بيزيدك وربنا بيبارك لك، وكل حاجة بتعمليها في الأكل أو في الشرب أو في أي حاجة في البيت أو في أي مصلحة من المصالح بتاعتك، ربنا كده بيرضاها ليكي وما تعرفيش ازاي. فالحمد لله الحمد لله. فزي ما انتم شايفين كده باقول لكم كل الفيديوهات أو الفيديو بتاع النهارده بالذات، تحسي كده إنه كله خير وكله بركة خبيز وعيش في البيت. وكمان رُحنا ولّعنا الفرن البلدي وشوينا فراخ، ويا رب توسّع علينا وعليكم وعلى الناس كلّها يا رب العالمين. وكمان ندعي للثانوية العامة كده والنبي ولاد الأول، ربنا ينجّحهم ويبارك لهم. وتنجّحي العيال كلّها يا رب، والنبي يا رب ما تزعّل حد أبدًا يا رب. أنا لسه عندي نتيجتين ما ظهروش فربنا يسترها. تعالوا بقى نصلّي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف عملنا إيه. أول حاجة كده نحط حتّة الياقة الصغنطوط بعد إذنكم، وكمان حتّة الاشراك الجميل. هنا كده ما شاء الله جبت معايا حبّايتين طماطم وقرنين فلفل وفصين توم وبصلاية وشوية بهارات كده فراخ على مكعب مرقة على إيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، على شوية فلفل أسود. ضربت ده كله مع بعضه في الكبة ورُحت نازلة بالفراخ بتاعتي زي ما أنتم شايفين مقطعاها كده قطع صغنطوطة. ورُحت جاية كده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عصرت عليهم الأول ليمونتين على الفراخ، وبعدين رُحت نازلة بالتتبيلة بتاعتي وعليهم معلقة عسل نحل، ورُحت متبلة ده كله مع بعضه في الكبة. تمام، تمام. هنركنها بقى على جنب ونشوف إيه الجامد اللي جاي بعد كده. معانا حتة لحمة كده حوالي نص كيلو، رُحت جايباها ضرباها في الكبة زي ما حضراتكم شايفين، ضرب مُبرح كده ناعم. عايزة أقول لكم إن الكبة دي أجمل حاجة أنا كنت اشتريتها بصراحة، ما شاء الله في فرم اللحمة وفي كل حاجة بتساعدني كتير. جبت معاه بصلتين كبار بشرتهم على الكبة زي ما حضراتكم شايفين، صفيتهم من المية بتاعتهم وضفتهم كده على اللحمة بتاعتي اللي أنا فرمتها لحد كده كويس وجميل وزي الفل. المهم إن أنا نسيت بقى إن إحنا كمان لازم نحط حتتين دهنة كده على الكفتة. رُحت جايبة كده كان عندي حتتين في الفريزر فرمتهم في الكبة زي ما أنتم شايفين نعمتهم، ورُحت نازلة بقى بالبهارات بتاعتي كده بهارات لحمة، وعليهم كمان شوية فلفل أسود، وما شاء الله كده شوية زعتر وشوية بابريكا وشوية ملح صغنطاطين وشوية سكر صغنطاطين خالص. تمام، تمام. علشان تعادل لي بس إيه الطعم كده أو تضبط لي الطعم بتاع الكفتة. وهنعجن عجن كده يكون مُبرِح حوالي دقيقتين 3 من 5 ل3 دقايق كده ورا بعض كده ونفضل نعجن بإيدينا. ركنت بقى فراخي اللي المفروض إن أنا إيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تبّلتها وكمان الكفتة بتاعتي حطيتها في التلاجة. يعني أنا بعد ما ضِفت على الكفتة الحاجات بتاعتها رُحت حاطاها في التلاجة زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل إيه هنا، هنعمل بقى شوية رَوَطَري كده اللي أنتم شُفتوهم في أول الفيديو. جِبت معايا ما شاء الله حوالي كيلو ونُص دقيق أو كيلو، هنقول كيلو بقى خلّينا علشان إيه، نخلّينا نضبّط كل الحاجات بتاعتنا. ضِفت عليهم كيس خميرة ومعلقتين سُكّر كبار ونُص معلقة ملح، ودوبت ده كلّه مع بعضه. والكيلو دي هياخد معاكِ 3 كوبايات حليب أو 3 كوبايات مَيّة، أو عندِك لبن قاطع، زبادي، أي حاجة هتضيفي عليها. هنفضل نعجن، نعجن لحد ما تحسّي كده إن العجينة خلاص ما عادتش محتاجة مَيّة. كنت مجهّزة معايا معلقتين سمنة كبار وعليهم ربع كوباية زيت، سيّحتهم على النار، نزلت عليهم بالعجينة بتاعتي. بعد ما اتعجنت عجنة حلوة كده محترمة بنت ناس، رُحت مغطياها دهناها الأول بالزيت، شوية زيت صغنطتين كده على وِش، وكيس تلاجة فتحته ورُحت غطيتها بفوطة وسِبت الحاجة تتخمّر. يبقى أنا الحاجات كلّها اللي هي هتاخد معايا وقت، رُحت حاطاها كده إيه، الأول خلصت منها. تمام، تمام. يا رب الشرح بتاعي يكون سهل وبسيط كده على حضراتكم، وأكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب العالمين.
حطي لي لايك لو نسيتي تحطي لايك، وكمان حتة اشتراك صغنطوط من ايديكوا اللي زي السكر. هنا بقى طيب طب أنا باتعب في نفسي ليه؟ مش عارفة، المهم إن أنا رُحت مشغّلة الغسالة العادية الشطورة اللي زي القمر دي، وكان عندي شوية هدوم كده على المنشر، خرجت الأول طبعًا ولّعت على الغسالة الأول، وخرجت كده إيه، نشرت ولميت الهدوم وغسلت زي ما أنتم شايفين، وزي ما باقول لكم اليوم اللي إحنا بنصومه بيبقى يوم كلّه خير وكلّه بركة، زي ما حضراتكم شايفين كده بالضبط. خلّصت شغلي في البيت، خدت بقى حاجاتي ومحتاجاتي وكل حاجة ورُحت على فانزاتي، على معزاتي وبطاطي. ورُحت بقى ولّعنا الفرن البلدي، محمد ابني ربنا يحميه هو اللي ولّعه لي بصراحة، العجين بتاعي كان اختمر كده زي ما أنتم شايفين، وفضلت بقى إيه أقطّعه كِوَر كده وغطّيته كده بكيس تاني، كيس استرتش أو كيس تلاجة وغطّيته بفوطة تكون كده متنسّمة نسمة مَيّة. وهنا حماتي ربنا يدّي لها الصحة وطولة العمر وتخلّيكِ لينا يا ماما، قالت لي: "لأ." أنا هي تعبانة بصراحة بقى لها فترة كده، فأنا قُلت بقى أنا هاروح إيه أخبز أنا في الفرن البلدي. فقالت لي: "لأ مش هتعرفي." قُلت لها: "هاعرف." المهم فضلنا نتشاكل، قالت لي: "لأ اوعي وأنا هاخبز بدالِك." المهم ربنا يخلّيكِ لنا يا ست الكل. فجينا بقى إيه، أنا أعمل كده أبطّط وأفُر على المكنة، وهي ربنا يدّي لها الصحة تخبز قدّام الفرن. ما شاء الله كده على ريحة زمان، والأكل الحلو بتاع زمان، والعيش الحلو بتاع زمان. عايزة أقول لكم إن العيش ده بيبقى ليه طعم تاني كده. بافتكر الأيام الحلوة كده بتاعة أمي ربنا يرحمها كده يا رب العالمين برحمته، ويغفر لها يا رب. بافتكر الأيام الحلوة بتاعتها ولمّتنا حوالين منها كده وهي بتخبز العيش لنا في الفرن البلدي، وكل شوية بقى كل ما تطلّع رغيف عيش نفضل ناكل منه. فبجد يعني أنا باروح أعمل الحاجات دي علشان أفتكر الأيام الحلوة دي، وباعملها علشان خاطر أبسطكم وأسعدكم كده، لإن الأجواء دي خلاص كده ما عادش يعني ممكن تكون عادت موجودة عند ناس بُساط. ف فأنا باحب أصورها لكم بس علشان خاطر تفتكروا الأيام الحلوة دي وترجعوا كده لزمان ولورا والأيام الحلوة الجميلة دي. كل سنة وأنتم بخير، كل سنة وأنتم في أتم صحة، كل سنة كده وأنتم كده في كل حاجة حلوة. ربنا يديم عليكم الصحة والعافية يا رب العالمين، ويبارك لكم في مالكم وفي ولادكم وفي كل حاجة حوالين منكم. خلّصنا العيش الحمد لله، وهنا بقى إيه، فلذة كبدي تشويل الفراخ. جه جوزي بقى ولّع لي بقى الشواية وضبّط لي الدنيا، وزي ما أنتم شايفين بقى ضبّطنا الدنيا كده ورُحنا حاطين الفراخ على الشواية، وحتة الكفتة ما شاء الله كانت حلوة وكانت فظيعة وكان ربنا مبارك فيها، مع إنها كانت نُص كيلو، بس والله العظيم كلنا كلنا وشبعنا والحمد لله. فالرضا ده كده حاجة من عند ربنا الحمد لله، يا رب تديم علينا كده إن إحنا نبقى راضيين بكل حاجة أنت تقسمها لينا، وكل حاجة أنت تبعتها لنا يا رب العالمين الحمد لله، الحمد لله. فزي ما أنتم شايفين بقى عمالين بقى إيه، يعني كده نتعاون مع بعض أنا والعيال وجوزي. ف سهام بنتي بتقول: "يا ماما أنا نفسي أصوّر فيديو وإحنا بنتشاكل." ونورّي للناس إحنا بقى على الطبيعي أوي من جوانا. بُصّوا ما فيش حد كده أكيد بيبقى ماشي زي القمر كده، أكيد كل الناس عندها اللي مكفّيها، فأنا باحب أورّيكم منّي الصالح بس مش أكتر والله العظيم. أنتم النعمة اللي حصلت لي في حياتي، الفراخ خلصت والأكل خلص وكل حاجة خلصت والحمد لله، وكان يوم حلو وكان يوم لذيذ. كل سنة وحضراتكم طيبين، واستنوني في فيديو جديد وأتمنى الفيديو يعجبكم.